بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ انا عارف ان الفترة اللي فاتت بقالي فترة ما بنزلش فيديوهات وما بنزلش شرح لتالتة اعدادي، بس ان شاء الله الفترة الجاية انزل لكم مراجعات عشان الامتحان، وهنزل لكم فيديوهات ان شاء الله، وهنزل لكم فيديوهات حل، وهنزل امتحانات ان شاء الله الفترة الجاية ننزل فيديوهات. فاعذروني الفترة اللي فاتت ما كنتش قادر انزل فيديوهات، فمعلش يا شباب. النهاردة طلب مني يا مستر، احنا كذا حد دخل طلب مني، احنا مش بنعرف نحل السؤال ماذا يحدث للسرعة. السؤال اللي هو بيقول لي مثلا المسافة قلت للنص وزاد الزمن للضعف، ايه اللي هيحصل للسرعة؟ طيب نفس المسافة في نص الزمن او في ضعف الزمن، ايه اللي هيحصل للسرعة؟ كذا حد دخل قال لي يا مستر انا مش بعرف احل السؤال ماذا يحدث للسرعة. طيب النهارده يا شباب ان شاء الله هنقولها بطريقه سهله جدا، ومش هطلط فيها تاني لان داتي يعني بنسبه كبيره سؤال اساسي في الامتحان. فانت سؤال سهل فما تغلطش فيه، يبقى ضامن درجته وان شاء الله نقوله بطريقه سهله. بس قبل ما نقول اي حاجه انا عايز اي حد هيسمع الفيديو، اي حد هيستفاد او مش هتستفاد، صلي على النبي في التعليقات، بس مش عايز منك اكتر من كده. يعني اي حد هيسمع الفيديو استفدت او ما استفدتش صلي على النبي في التعليقات. يلا نبدأ يا شباب. أول حاجة قبل ما نعرف ماذا يحدث للسرعة لازم تبقى عارف مين طردي ومين عكسي. فإحنا عشان تعرف تطلع ماذا يحدث للسرعة أو تعرف تحل السؤال ده تبقى عارف مين طردي ومين عكسي. إحنا قلنا يا شباب إن أي حاجتين مقسومين على بعض علاقة طردية. أي حاجتين مقسومين على بعض علاقة طردية. يعني إيه علاقة طردية؟ يعني لو واحد زاد التاني يزيد. وأي حاجتين مضروبين في بعض علاقة عكسية. يعني إيه علاقة عكسية؟ يعني لو واحد زاد التاني يقل. طيب المسافة والسرعة يا مستر ده المثلث بتاع السرعة. المسافة والسرعة، المسافة والسرعة يا مستر، والله المسافة والسرعة يا مستر دول مقسومين، يبقى دول علاقة طردية. يعني لو المسافة زادت السرعة تزيد. طيب المسافة والزمن والله يا مستر برضو مقسومين، يبقى علاقة طردية. أنا قلت لك أي حاجة مقسومة علاقة طردية، إنما أي حاجة مضروبة علاقة إيه؟ يبقى السرعة والزمن مضروبين علاقة عكسية. يعني لو دي زادت دي تقل. زي الفل يا شباب، دي كده أول حاجة عرفناها. تعالى بقى نعرف إزاي هنعوض. أنا أول حاجة هكتب القانون. التعويض هعوض ازاي يا مصر؟ اول حاجه تكتبها القانون اهو، اول حاجه هتكتبها القانون. التعويض، التعويض والله يا مستر قال لي في التعويض لو قال لي نص، قال لي بقى نص الزمن نص المسافه نص اللي يقول، فبروح اعوض عن الحاجه اللي هو قال عليها. قال لي نص المسافه بعوض عن المسافه بنص، قال لي نص الزمن بعوض عن الزمن بنص. طب قال لي نفس الزمن او نفس المسافة، والله لو كلمة نفس دي يا شباب، كلمة نفس بروح اعوض عنها بواحد، يبقى كلمة نفس بعوض عنها بواحد. قال لي ضعف، قال لي ضعف بعوض عنها باتنين، يبقى الضعف بعوض باتنين. قال لي ربع بعوض بربع، عن الحاجة اللي هو بيقول لي عليها بعوض عنها بربع، يبقى نص بعوض بنص. قال لي كلمة نفس بروح أعوض بواحد. قال لي نفس الزمن أعوض عن الزمن بواحد، نفس المسافة أعوض عن المسافة بواحد. قال لي ضعف بعوض عن أي حاجة يقولها لي بقى. قال لي ضعف المسافة أعوض عنها باتنين. طب والله يا مستر كده أنا عوضت. طب الناتج بقى اللي هيطلع معايا، الناتج صلى على النبي تعال نشوف الناتج. قال لي والله يا مستر الناتج لو ممكن يطلع معاك ثلاث حاجات، ممكن يطلع واحد، أو ممكن يطلع كسر، أو يطلع عدد صحيح. يبقى الناتج لو طلع واحد يا شباب هيطلع معايا ثلاث حاجات. الناتج ممكن يطلع ثلاث حاجات، يا واحد يا كسر يا عدد صحيح. عدد صحيح، ما انت تقول لي يا مستر ما الواحد ده عدد صحيح، لا عدد صحيح قصدي اللي هو اكبر من الواحد. لو طلع واحد يا شباب الناتج، فاقول له ايه اللي هيحصل للسرعه؟ اقول له تظل كما هي. يبقى لو الناتج طلع واحد هقول له السرعه تظل كما هي. يبقى لو انا قسمت وكتبت القانون وقسمت والناتج طلع معايا بواحد اقول له تظل كما هي. طيب والله يا مستر لو طلع معايا بكسر اقول له تقل. تقل للكسر يعني ايه تقل للكسر؟ يعني مثلا طلعت بربع اقول له تقل الربع. طب طلعت بنص اقول له تقل النص. يبقى لو الناتج طلع بكسر اقول له تقل. طب لو الناتج طلع صحيح اللي هو اكبر من الواحد يعني اتنين تلاتة، والله لو طلع اتنين اقول له تزداد. يبقى لو طلع بعدد صحيح اقول له تزداد، لو طلع بعدد صحيح اقول له تزداد. يبقى الناتج ممكن يطلع ثلاث حاجات. واحد اقول له تظل كما هي، السرعه تظل كما هي. لو طلع كسر اقول له تقل. لو طلع عدد صحيح اقول له تزداد. يبقى لو طلع عدد صحيح اقول له تزداد للعدد الصحيح. يعني طلع اتنين اقول له تزداد للضعف. طلع ثلاثه يبقى اقول له تزداد ثلاث امثال. طلع اربعه اقول له تزداد لاربع امثال.
يبقى كده الناتج يا شباب عشان نبدأ ونشوف المسائل. الناتج ممكن يطلع معايا حاجة من ثلاثة. لو طلع واحد أقول له تظل كما هي، السرعة تظل كما هي. لو طلع بكسر ربع نص أقول له تقل للكسر. يعني إيه تقل للكسر؟ يعني لو طلع ربع أقول له تقل للربع، لو طلع نص أقول له تقل للنص. طب لو طلع في عدد صحيح اللي هو أكبر بقى من الواحد، طلع ما عدد صحيح أقول له تزداد، تزداد برضو للعدد الصحيح. طلع اتنين تزداد للضعف، طلع تلاتة تزداد تلات أمثال، أربعة أربع أمثال، وهكذا. تعالى بقى نشوف المسائل ونطبق. بيقول لي ماذا يحدث للسرعة في الحالات الآتية؟ قطع جسم متحرك نفس المسافة في نص الزمن. والله يا مستر أنت قلت لي أول حاجة اكتب القانون، السرعة بيساوي المسافة على الزمن، وبعدين عوض. والله يا مستر أنت قلت لي عوض المسافة بكام؟ يا مستر قال لي نفس المسافة، يعني أنا هحوش المسافة. أنت قلت لي كلمة نفس بحط مكانها واحد. والزمن قال لي والله يا مستر أنت قلت لي نص الزمن، عوض عن الزمن بنص أهو، أحط مكان الزمن نص. والله يا مستر أنا لو دخلت دي على الآلة، قال لي لو دخلت واحد على نص على الآلة تطلع لي، قال لي مقام المقام بسط تطلع لي باتنين. انت لو دخلت دي على الآلة تطلع لك اتنين. طب طلعت عدد صحيح، والله يا مستر انت قلت لي لو طلع عدد صحيح يبقى تزداد، تزداد للضعف، تزداد للضعف. مش طلعت عدد صحيح يبقى تزداد، وتزداد ايه ده اتنين تزداد للضعف. لو تلاتة تزداد تلات امثال، بس دي طلعت اتنين يبقى تزداد ايه للضعف. يبقى اقول له تزداد السرعة للضعف، تزداد السرعة للضعف عشان طلعت بعدد صحيح. طب تعالى اللي بعديها، استغرق جسم متحرك ضعف الزمن لقطع نص المسافة. والله يا مستر انت قلت لي اول حاجة اكتب القانون، عين بتساوي مسافة على زمن، عوض المسافة بكام؟ قال لي نص المسافة، يبقى حط مكان المسافة نص. الزمن قال لي ضعف الزمن، ضعف يعني حط مكانها اتنين. لو قسمت نص على الاتنين، او لو انت طالب شاطر وعارف قواعد الرياضة، ان انت عارف ان مقام البسط المقام البسط، البسط اللي فوق الكسر بيتكون من بسط ومقام. طب مقام البسط بينزل تحت في المقام. لو دخلت على الآلة نص على الاتنين تطلع لك ربع. ده طلعت بكسر، انت قلت لي يا مستر لو طلعت بكسر تقول لي تقل، يبقى اقول له تقل السرعة للكسر. طلعت بربع يبقى تقل السرعة للربع. يبقى لو طلعت كسر اقول له تقل، لو طلعت عدد صحيح اقول له تزداد. زي الفل. تعال نشوف واحده تاني. بيقول لي يا مستر اذا قلت المسافه للنص، المسافه قلت للنص وقل الزمن للنص. طيب يا مستر والله انت قلت لي اكتب اول حاجه القانون، السرعه بتساوي مسافه على زمن. المسافه والله يا مستر المسافه قلت للنص يبقى احط مكانها نص، والزمن قل للنص يبقى احط مكانه نص. لو دخلت دي على الآلة هتطلع لي بواحد. واحد يا مستر انت قلت لي لو طلعت بواحد اقول له تظل السرعة كما هي. مش طلعت بواحد يبقى تظل كما هي. طيب تعال نشوف اللي بعديها، استغرق الجسم نص الزمن لقطع ضعف المسافة. والله يا مستر أول حاجة أنت قلت لي اكتب القانون، السرعة بتساوي مسافة على زمن. المسافة يا مستر قال لي ضعف، أقول لك ضعف حط اتنين، يبقى الضعف بعوض عنها باتنين. الزمن قال لي نص أهو، نص الزمن. والله يا مستر انت لو دخلت دي على الآلة، او لو انا عارف قواعد الرياضة، مقام المقام بسط، المقام يطلع فوق، يبقى لو دخلت دي على الآلة تطلع لي مقام المقام بسط الاتنين تطلع فوق يبقى أربعة. والله يا مستر ده طلعت عدد صحيح يبقى تزداد، أقول له تزداد للعدد الصحيح، تزداد هنا بقى مش ضعف، هنا أربع أمثال، تزداد إلى أربعة أمثال، تزداد إلى أربعة إيه أمثال. واللي مش فاهم أي حاجة يا شباب يكلمني الواتس. ان شاء الله يا شباب الدنيا سهلة، واللي عاوز اي حاجة يكلمني. الرقم موجود في الامتحانات القديمة، اي امتحان قديم خش كلمني تلاقي الارقام بتاعتي موجودة. وصلي على النبي في التعليقات لو استفدت او مستفدتش، صلي على النبي في التعليقات. يلا يا شباب ان شاء الله الفترة الجاية انزل لكم حاجات اكتر. ربنا يوفقكم وشدوا حيلكم ان شاء الله كلكم تقفلوا. السلام عليكم.